6 عطور نسائية في منها الغالي ومنها أسعار مناسبة، راح إن شاء الله ترضي معظم الأذواق. يلا معاي. من إنتاج 2024 جيفنشي الانتردت نسخة الأبسولو، نسخة جميلة جدا. أنا الصراحة أحب كل نسخ الانتردت، لكن هالنسخة الصراحة فاقت عليهم في الجمال وفي الثبات والفوحان. يمكن في بعض الناس تختلف، تقول يعني النسخة الأولى هي الأجمل، لكن بالنسبة حق الثبات والفوحان هذا خطير. بافتتاحية الهيل والخزامة والنيرولي، فيه مسك الروم، فيه الياسمين، زهر البرتقال، فيه بقاعدة تبغية بوزية من الرام، وفيه الباتشولي ونجيل الهند. جميل جدا الصراحة العطر، والصراحة هو عطر شتوي، لكن تقدرين تستخدمينه في الأماكن المسكرة المكيفة، راح يكون ثباته جميل وفوحانه لساعات. ومن العطور النسائية الغريبة وآخر إصدارات جوس بوكس، سيسترز بيفور ميسترز، يعني الأخوات قبل العلاقات. جميل جدا العطر، لكن غريب لأن الافتتاحية مثل افتتاحية اللايم مع الكشمش الأسود والزنجبيل، سرعان ما تدخل عليهم ريحة الموز، وريحة الموز غريبة جدا في العطر. ممكن تعجبك وممكن ما تعجبك، لكن أنت عطي العطر فرصة، لأنه بعد ما يبرد يستوي العطر جميل جدا. يعني أول شيء ريحة الموز مع الفراولة بشكل خفيف، مع زنابق الوادي والسوسن بعد بشكل خفيف، بقاعدة سكرية جميلة، وخشب الصندل والحليب والعنبر. ريحة الموز إذا كانت تزعجك راح تكون يعني أول شيء في الافتتاحية لدقائق، 10 دقائق بالكثير، وبعدين تتغير الريحة لشكل جميل جدا وراقي، منعش وصيفي، يخلي العطر جدا أنوثي. لكن لازم تجربين وخلي العطر يبرد وعطيه فرصته، وبعدين احكمي عليه. ومن أجمل وأرقى العطور النسائية اللي مرت علي روج ملكيت من أرماني من البرايفت كولكشن. هالعطر أنا من جماله أول ما نزل في 2016 كان توه نازل، على طول خذيته. سعره كان غالي، لكن صراحة ريحته جدا عجبتني وخذيته. يعني استعمالي الشخصي، رغم انه عطر نسائي بافتتاحية المسك والفلفل الوردي المرمية، فيه مسك الروم وفيه ياسمين ايلينج، فيه البنزون، اخشاب الكشمير، فيه زهر البرتقال، فيه عنبر، فيه نوتات جميلة جدا. لكن لا تحكم عليه بالمسميات، لازم تجربين وتجربين هالعطر اذا بعدك ما جربتي. عطر جدا قديم، يعني الاغلب انك انت تعرفين ريحته، لكن للتذكير الصراحة عطر جميل وراقي وانثوي جميل. لكن رغم هذا بعد انا استخدمه، واكيد كثير من الريايل بعد يستخدمونه. ومن العطور الجميلة وثابت وفواح بشكل مجنون وبسعر مناسب، عطر لافا من شركة خالص من محمد هلال جروب، اللي هو طبعا الهند العود وأنفاسك دخون خلطات، وشركة خالص. جميل جدا العطر، من جماله حاليا اوت اوف ستوك. ترقب هالعطر، عطر جميل بافتتاحية الكربون، فيه قطران البتولة، وفيه قاعدته فيه الباتشولي. جميل، لكن انت لا تشوف المسميات، العطر من تشمه راح ياخذك لمكان بعيد من الخيال، وراح يعطيك عطر مميز جدا. ما راح تشم عطر يشبهه، او القليل من العطور اللي تمشي على نفس خط هالعطر. ومثل ما قلت لك الثبات والفوحان مجنونين في هالعطر. سعره كان 279، لكن زاد سعره صار 295، يعني لا يزال اقل من 300 درهم. جرب وجربي، لأن العطر أنا أشوفه يناسب الجنسين، لكن شوي أنثوي أكثر عن رجالي. لخواتنا اللي يحبون ريحة الورد، أو أخواننا اللي يحبون ريحة الورد، دوم روسا نسخة الميلاسيم من ليكويدز إيماجينير. في دوم روسا النسخة العادية، لكن تعتبر هاي النسخة الأقوى. العطر مناسب للجنسين، لكن أنا أشوف أنه أنثوي أكثر. جميل جدا صراحة، أداءه من وسط إلى أكثر إذا كثرتي من الرش. في افتتاحيته فيه الشمبانيا والبرتقال الهندي، فيه الكمثرى والورد الدمشقي، فيه القرنفل، فيه اللبان، أخشاب القاية وخشب الأرز، فيه إنجيل الهند وأخشاب القاية. يشترط في هالعطر أنك أو أنتي تحبين ريحة الورد، غير كذي يعني أنا أشوف أن العطر ما راح يكون مناسب، لأن ريحة الورد فيه جدا واضحة مع باقي النوتات، يخلي العطر جميل للناس اللي يحبون ريحة الورد. جرب وجربي، وإن شاء الله يكون على ذوقكم. وأخيرا وليس آخرا، من أشهر العطور النسائية دي مارلي
ديلينا. لكن هذه نسخة الاكسكلوسيف، النسخة الثانية. طبعا في النسخة الأولى، في النسخة الثالثة هي اللي هي لاروسا، راح تكون صيفية أكثر، لتكون وردية شفافة. بالنسبة حق الاكسكلوسيف راح يكون هي النسخة الأقوى، أقوى من النسخة الأولى وأقوى من نسخة اللاروس. جميل جدا في افتتاحيته، فيه الليتشي والكمثرى، فيه البرغموت والجريب فروت، الفلفل الوردي والورد، العود والبخور. صراحة رغم هالنوتات إلا أن العطر مناسب لجميع الفصول، بقاعدة الفانيلا وفيه العنبر والأخشاب والمسك ونجيل الهند. جميل جدا، أداء راح يكون من وسط إلى أكثر على حسب كمية الرش. جميل جدا، رجال ونساء يستخدمون هالعطر ويحبونه. وإذا أنت كنتي بعد ما جربتي هالعطر، جربي الثلاث نسخ وشوفي أي نسخة اللي راح تكون مناسبة لك.